السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة فاتي وورد كوكينج على اليوتيوب. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها القناة لا تنسوا عمل لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية طبخ مكرونة كانيلوني بدون سلق مع حشوة لذيذة وصلصة البشاميل، فابقوا معنا لنتعرف على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. نحتاج إلى علبة من المكرونة كانيلوني أو حسب أفراد العائلة، وكذلك نحتاج إلى ملعقة كبيرة من معجون الطماطم وملعقة كبيرة من معجون الفلفل. بالنسبة للتوابل نحتاج الملح وكمون وفلفل أسود وفلفل حار وكركم وزنجبيل. ثم نحتاج لكمية من لحم مفروم وكذلك ملعقة كبيرة من كزبرة وبقدونس مفروم. أما بالنسبة لصلصة البشاميل نحتاج للجبن مبشور، ملعقة من معجون الطماطم وملعقة من الزبدة وملعقتين من النشا، ملعقتين من حليب بودرة وقليل من الفلفل الأسود والملح، ولا ننسى القليل من جوز الطيب، ثم نصف لتر من
وبعد ذلك نقوم بحشو المكرونة بدون سلق كما ترون، ثم نرصها في صحن الفرن كما هو موضح لكم هكذا. وبعد أن نكمل الطبقة الأولى نضع فوقها صلصة البشاميل هكذا. ثم نضع الطبقة الثانية من المكرونة وكذلك نضع فوقها صلصة البشاميل. ثم نغطي الوجه بالكامل بالجبن المبشور هكذا كما تلاحظون. وبعد ذلك ندخلها إلى الفرن 180 درجة إلى أن ينضج تماما. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما وضعناه في صحن التقديم. أتمنى الوصفة اليوم تنال إعجابكم. إلى وصفة قادمة إن شاء الله. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا يوجد لديكم تساؤلات فاتركوها لنا في التعليقات. إلى وصفة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.